تخيلوا معايا وحش على هيئة امرأة. وحش ما يعيطش، ما يعطرش، وما يبانش عليه الشر. وحش يطبطب في البيبان بابتسامة، يدخل البيوت بثقة، ويختار ضحاياه بعناية. نساء كبار في السن وحدهم بلا حماية. وحش يقتل بدم بارد وبقوة ما يتوقعها حتى واحد. هذه ماشي قصة عادية على جريمة قتل، هذه قصة قاتلة العجائز. امرأة من المكسيك، ظروف حياتها القاسية حولتها إلى كابوس حي. امرأة كان الشر يتربص في داخلها، يستنى اللحظة المناسبة باش ينفجر. من نهارها الأول هذه الطفلة حكمت عليها الأقدار تعيش حياة مليئة بالبؤس والحرمان. الأب، وش نقول لكم على الأب، خلاها هي وخاوتها وراح، هرب من المسؤولية. خلى يماها مسكينة وحدها تعاني باش تربي 5 دراري، وهذا في مجتمع كان قاسي على المرأة التي تعيش هذه الظروف. الأم هذه بدلاً ما تكون السند والملاذ لأولادها، كانت غارقة في بحر من الكحول، العياط، السب، الإهمال. هادو كانوا خبزهم اليومي. كل ما تزيد المشاكل عليها تزيد هي تهرب للكاس، حتى ولات عايشة في غيبوبة شبه دائمة، ما تحس بولادها، لا بروحها، لا بيهم، لا بآلامهم، ولا واش راهو صاري في الدار. تخيلوا معايا يا ناس، طفلة صغيرة تكبر وتشوف يماها هكذا، ما عندهاش حنان، ما عندهاش سند، ما عندهاش حتى اللقمة تعيش بها في أمان. هذا الشيء يزرع في الروح جروح عميقة ما تبراش بالساهل. لكن المأساة الحقيقية والضربة اللي خلت خوانا تتشوه من الداخل إلى الأبد صارت كي كانت مراهقة. في واحد النهار الأم وصلت لدرجة من الانحطاط ما تتخيلوهاش. الأم اللي من المفروض تحمي بنتها وتضحي على جالها قامت ببيع خوانا. سمعتوني مليح، باعتها لراجل مقابل واش في رايكم؟ مقابل 3 قراع تاع خمر. 3 قراع تاع خمر كانت أغلى من شرف ابنتها، أغلى من براءتها، أغلى من حياتها كلها. تخيلوا معايا هذا المشهد المؤلم. خوانا، طفلة صغيرة تروح مع رجل غريب، تدخل لداره وتتعرض لاعتداءات يوميا بدون رحمة ولا شفقة. وش من كابوس هذا؟ وش من ظلم هذا؟ أيام طويلة من العذاب، يامات حست فيها بالذل، بالخوف، بالانكسار. أخوانا رغم صغر سنها وضعفها لقات في روحها قوة باش تهرب، قدرت تهرب من الجلاد تاعها ورجعت للدار، للحضن اللي كانت تتوقع يكون دافي. بس يا حسرة، العودة للدار ما كانتش أحسن حالا من العيش مع الوحش اللي هربت منه. يماها اللي كانت تتوقع تستقبلها بالدموع والحضن، والأسف استقبلتها بقسوة ما بعدها قسوة. في واحد النهار قالت لها كلمة نحتت في قلبها إلى الأبد. قالت لها: أنتي بنت لقيطة، ماشي بنتي أنا. تخيلوا معايا، بنت تعرضت للبيع والاعتداء وترجع تلقى يماها تنكرها وتشكك في نسبها ووجودها. هذه الكلمة ما كانتش مجرد كلمة، كانت خنجر غرس في قلب إخوانا وخلالها جرح نفسي عمره ما برا. خلاها تشعر أنها بلا قيمة، بلا أهل، بلا هوية، إنها مجرد غلطة، مجرد عيب. هذا الشيء هو اللي زرع بذور الشر في روح خوانا. كبرت في هذا الجو المسموم وسط القسوة والإهمال. الغضب كان يتراكم في داخلها كما البركان الخامد، ينتظر اللحظة المناسبة باش يطردك. وهذا الغضب كان موجه بالدرجة الأولى لكل امرأة كبيرة في السن. علاش؟ لأنها كانت تشوف فيها صورة يماها القاسية، يماها اللي دمرت حياتها. كل تجعيدة في وجوههم،
كل نظرة منهم كانت تفكرها في قسوة أمها وإهمالها. مع هذا الكم الهائل من الغضب لقات متنفس واحد برك، متنفس غريب لكنه كان يشبه روحها المعذبة، المصارعة الحرة. خوانا كانت مصارعة محترفة في دوري السيدات كما WWE تاعهم. كانت معروفة بقوتها البدنية الخارقة ووحشيتها في الحلبة. كانت تحمل لقب لا داما ديل سيلينسيو، يعني سيدة الصمت. كانت تتقن أساليب المصارعة المكسيكية المقنعة، وين اللاعب يلبس قناع ويخفي هويته. هذا القناع كان يستر وجهها، يستر غضبها، يستر كل شيء قاسي عاشته. الحلبة كانت ساحة وين تقدر تفرغ زعافها بكل عنف، تكسر العظام، تخنق الخصوم. كل هذا الشيء كان يخفف عليها شوية من الضغط النفسي اللي كانت عايشاته. لكن هذا التنفيس كان مؤقت. النار كانت مازالت شاعلة من الداخل. مع مرور السنين وتقدمها في العمر، خوانا قررت تخلي عن المصارعة. بلاك حست بلي الحلبة ما ولاتش تقدر تستوعب كل الغضب اللي فيها، أو يمكن لقات طريقة أخرى باش تفرغ هذا الغضب. اتجهت للعمل في مجال الرعاية الاجتماعية. تخيلوا معي المفارقة الغريبة، امرأة تحمل في قلبها كره عميق للنساء المسنات تخدم في رعاية المسنات. كانت تقدم رعاية يومية للعجائز مقابل أجر أسبوعي أو شهري. هذا الانتقال اللي كان يبان للناس بلي تغيير إيجابي في حياتها، الحقيقة ما طفاش النار القديمة اللي فيها، بل كان الوقود الحقيقي باش تحول هذيك النار لعقدة انتقام قاتلة. هذه الخدمة كانت فرصة لها، فرصة باش تدخل بيوت ضحاياها المحتملين. كانت تشوف كل امرأة مسنة نسخة من يمها، والفرصة جاتها باش تنتقم من كل الألم اللي سببته لها يمها. دوك الأيادي اللي كانت من المفروض تحنيهم وتطبطب عليهم ولات تتمنى تخنقهم. هذوك العيون اللي كانت من المفروض تهتم بيهم ولات تشوف فيهم نظرة الشر والخيانة اللي حستها من يمها. الشر كان يتغلغل في كل خلية من جسمها. كانت البداية هادئة وخادعة جدا. خوانا كانت تدخل بيوت ضحاياها بطريقة عادية تماما كما أي مساعدة اجتماعية. كثير منهم كانوا يعتبروها وجه مألوف موثوق فيه، لطيفة في التعامل. هذا الشيء اللي خلاهم يفتحوا لها قلوبهم وبيوتهم بلا ما يخافوا. كانت تستغل براءة الثقة اللي يمدوها لها هذه العجائز. كانت تختار اللحظة اللي يكون فيها الضحية وحدها تماما، تنتظر الوقت المناسب، وين ما يكون كاين حس، وين ما يكون كاين حتى واحد يقدر يعاونهم. في هذه اللحظة تتحول فجأة من شخصية هادئة ومبتسمة إلى وحش كاسر، إلى خوانا المصارعة العنيفة. كانت تعتمد بالأساس على قوتها الجسدية الخارقة التي اكتسبتها من المصارعة. كانت تستخدم نفس الأساليب اللي كانت تمارسها في الحلبة. تخيلوا معايا تجربة عشرات السنين في المصارعة وانت تتعلم كيفاش تثبت خصمك، كيفاش تخنقه، كيفاش تحبس عليه النفس. كانت تستعمل تثبيت الذراع حول الرقبة من الخلف وتضغط بقوة وحشية حتى تفقد الضحية العجوز القدرة على التنفس. هذيك العجوز المسكينة اللي كانت توصل ليها، اللي كانت تتوقع منها العون، تلقى روحها في آخر لحظات حياتها مع القاتلة بلا رحمة. بعد ما تتأكد بلي الضحية فارقت الحياة، كانت تفتش المنزل بسرعة، تجمع واش تقدر تحمل من أشياء ثمينة، ذهب، دراهم، أي شيء غالي، ثم تترك المكان مرتب قدر الإمكان باش تبان الوفاة وكأنها طبيعية أو بسبب كبر السن. كانت ذكية جدا في إخفاء آثار الجريمة. الشر كان يلبس لباس البراءة. سلسلة جرائمها امتدت بين عامي 2000 و2006. في هذه الفترة قتلت ما يقارب 48 امرأة مسنة، 48 روح لا حول لها ولا قوة
ذهبت ضحية قسوتها. مكسيكو سيتي كانت عايشة في رعب حقيقي. جرائم قتل العجائز انتشرت بشكل مخيف، لكن الشرطة كانت في حيرة. وش كان أغرب شيء؟ الشرطة ما شكتش حتى لو دقيقة باللي القاتل ممكن تكون امرأة. كل تحليلاتهم كانت تشير إلى رجل قوي البنية طبيعي. شكون يتوقع باللي امرأة تقدر تقوم بهذه الجرائم البشعة بهذه القوة والوحشية؟ كل تقارير التشريح، كل الأدلة كانت تدل على أن الجاني هو رجل. كانوا يبحثون عن شبح، عن وحش، لكن هذا الوحش كان يلبس فستان متبسم في وجه الناس. حتى جاء يوم في إحدى الجرائم ظهر شاهد عيان. هذا الشاهد المسكين شاف امرأة تخرج من منزل الضحية. هذه كانت أول شرارة، أول دليل يحير الشرطة. هنا برك بدأت الشرطة تحط احتمالات جديدة، احتمالات غير مألوفة. رغم هذا الاكتشاف ما كانش من السهل القبض عليها. خوانا كانت ذكية، كانت مخططة، ما تخليش أثر وراءها. كانت تعرف كيفاش تمحي بصماتها، كيفاش تتسلل، كيفاش تختفي. لكن مهما كان الشر ذكي، العدالة لازم تنتصر. جاء يوم سقوطها في عام 2006. شوهدت وهي تخرج من منزل آخر ضحاياها، سيدة مسنة اسمها آنا ماريا دي لالوي، عمرها 82 عاما. هذه المرة خوانا كانت في عجلة من أمرها، بالك بسبب الوقت، بالك القلق، ما لبناش، ما قدرتش تخفي آثار الجريمة كما العادة. بعد ما وصل البوليس وفتشوا المنزل، لقاو بصمات لخوانا. هذه كانت النقطة الفاصلة. قاموا بمقارنتها مع بصمات كانوا لقاوها من قبل في 10 منازل لضحايا آخرين، والمفاجأة كانت صادمة. تطابق كامل، البصمات كانت مطابقة 100%. القاتلة أخيرا انكشفت، تم القبض عليها فورا. خلال التحقيق خوانا أنكرت كل شيء في الأول. كانت باردة الأعصاب، تحاول تنكر جرائمها البشعة، لكن الأدلة ضدها كانت قوية والبصمات ما تكتبش. في الأخير تم التفاهم معها على اتفاق تعترف ب10 جرائم برك في مقابل تخفيف الحكم عليها. هي وافقت على العرض، ربما باش تهرب من الإعدام، وتم تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لمدة 759 سنة. حكم يبان خيالي، لكنه يعكس حجم الجرائم اللي ارتكبتها هذه المرأة، ولا تزال حتى اليوم خلف القضبان تقضي عقوبتها. لكن المثير في القصة كلها هو المشهد الأخير في المحكمة. استفسرها القاضي عن سبب كل هذه الجرائم البشعة، وعلاش كانت تقتل هذوك العجائز المساكن. ضحكت بكل سخرية وقالت: أردت أن أخلص العالم من شرورهن، فهن خبيثات ماكرات. هذه الكلمات يا جماعة كانت كافية باش تبين لنا العمق تاع الشر اللي كان ساكن فيها، العمق تاع الألم اللي حولها إلى وحش. هذه الكلمات كانت صرخة انتقام، صرخة امرأة عذبتها الحياة، عذبتها يماها، وخلتها تشوف الشر في كل امرأة مسنة. قصة خوانا برازا قاتلة العجائز تخلينا نتساءلوا: هل الظروف القاسية تقدر تحول الإنسان لوحش بهذه البشاعة؟ هل الألم والظلم قادرين يولدوا كل هذه الكره في قلوب الناس؟ وش رأيكم انتم في هذه القصة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. ما تنسونيش بجام والاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم دايما فيديوهاتنا الجديدة. ربي يسترنا ويحفظنا من كل شر. تهلاو في رواحكم. سلام.